بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف مع بعض حل مشكلة ظهور الفلاتر في تطبيق التيك توك. الطريقة بتكون ببساطة المشكلة بسبب ضعف شبكة الواي فاي عندك أو شبكة اتصال البيانات. ولو الشبكة معاك كويسة بتنتقل للخطوة التانية اللي هي تحديث تطبيق التيك توك من متجر بلاي. بتتأكد ان هو أحدث إصدار. تالت خطوة بقى معانا اللي هي بنضغط على التطبيق ضغطة مطولة، وبنضغط على معلومات التطبيق اللي هي علامة الآي التعجب، أو بتدخل عليها من خلال الإعدادات بتاعة الهاتف. بنضغط على معلومات التطبيق، وهنا عندنا خيار اسمه التخزين أو بيبقى تخزين البيانات. بتضغط عليه وبتعمل مسح البيانات في الأسفل أو مسح التخزين. بتقول له مسح جميع البيانات، وبكده بتتحل معانا المشكلة نهائيا. لو عجبك الفيديو ما تنسناش بلايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.